مشاهدينا مستمرين وياكم، وننتقل ايضا الى تقرير عن اقبال الناس على شراء العسل. يا عسل انتم بما انه تعلوله يعني مع الزميل جاسم الهميي، بنشاهده من بعدها راجعين. مساء الحب مساء المودة عليكم من جديد من برنامج تعلوله ومحافظة كربلاء. اليوم نحب نمسي عليكم وعلى كل اللي شاهدنا من خلال قناة التغيير الفضائية، وتحية طيبة لكم وتحية طيبة أيضا لزملائي بالاستوديو منار وميامي. تحية حب وإجلال لما تقدموه بهذه الحلقة لكل المشاهدين. اليوم حلقتنا شوية مختلفة، اللي راح نتناول بها موضوع العسل وشنو فوائده بهذا الشهر، شهر رمضان المبارك، وايضا شنو الانواع العسل اللي موجوده وشنو راح نقدر من خلالها نوظفه لخدمه الصائم بهذا الشهر الفضيل. تفاصيل عميقه راح نقدر نوظفها لكم من خلال هذه الجوله من برنامج تعلوله. تعالوا وياي. دخلنا للمحل، لكن الشيء اللي يستحق شويه الذكر انه صاحب المحل اسمه ابو عسل، تيمنا بحبه لهذه المهنه، مهنه العسل. تجوالنا بهذا المكان خلانا نحب العسل اكثر ويا ابو عسل. مساء الخير عليك. اهلا وسهلا. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين، شرفتونا. اهلا وسهلا. يعني شدني ابو عسل وانت تشتغل بالعسل، يعني الهوايه هاي قديمه طبعا عندي، يعني من سنه ال91 انا بلشت، فكان عندي فتح حلم اذا توسعت الامور واذا تزوجت وجتني بنيه اسميها عسل بفضل الله. صارت عسل وصارت كبيره. تمام. خلينا نستغل الوقت بالعسل اللي موجود عندك. احنا بشهر رمضان، اكيد العسل له دور، راح يعوض الصائم كثير من الامور. شنو الانواع اللي موجوده عندك؟ شنو فوائدها بالنسبه للصائم؟ يعني بدايه احنا موضوع شهر الفضيل له خصوصيه مثل ما تعرفون. الخصوصيه تعرفون الناس تلجا الى الحلال. الناس اللي تدور دايت واللي تدور شيء صحي وطبيعي واللي تخاف على صحتها بالعاده تستعمل محليات بديله للسكر، ففي الغالب تلجأ لموضوع العسل. طبعا مو كل الناس، اكو بس الناس يعني اكو فئه كلش كبيره بتهتم بهالموضوع هذا. فعندنا احنا فد انواع عسل تكون النكهه مالتها مو عاليه مو قويه، وبنفس الوقت تشتغل كمحلي يعني كتحليه. منها الانواع اللي عليها طلب عالي لهالموضوع هذا العسل زهره البرسيم. طبعا هذا منتج بمناحلنا بمدينه كربلاء واطراف مدينه الحله. وعندنا طبعا اصناف اخرى اللي هو همتين مرغوب، اللي هو عسل الكوكتيل او المالتي فلاور، اللي هو ينتج من مجموعه من الازهار متنوعه. هذا همتين تكون نكهته مو عاليه ومحبب للاطفال للنساء للكذا. ممكن يستعملوه كتحليه، ممكن يستعملوه مع المكسرات في الغالب، ممكن يستعملوه كتحليه للعصائر او للايس كريم او للكذا. شوف العسل الاول اللي ذكرته. بلي بالنسبه اللي سولفنا عليه هو عسل البرسيم، عسل زهره البرسيم. هو هذا؟ هذا يكون لونه اصفر ماء للخضار. ممكن هذه المعلومات تفيدنا، يعني انه انت توضح لي اللون. بلي اصفر ماء للخضار، هذا ينتج من نهايات الشهر السادس. زين هذا أنا يعني اللون، ومرات يطلع شويه اطوخ اللي هو هم هذا، بس هم لونه رائق اذا تشوفوه. هذا يجي ويا ازهار نبات الجت العراقي مع البرسيم يصير بهاللون هذا. زين هذا نعطيه عاده للي يشتغلون الدايت وللي جماعه الرجيم واللي يستعملوه كتحليه، واهل السكر الدرجه الثانيه اللي مسيطرين على سكرهم. يعني اكو في الشروط لاستعمالهم باشراف طبي طبعا. النوع الثاني سولفنا عليه اللي هو المالتي فلاور اللي هو الكوكتيل. هذا طبعا عام جدا، استعماله جدا واسع، نعطيه للمراه الحامل، للطفل، للمرضع. هذا منتج من بعد شهر الخامس والسادس يتفتح عندنا الازهار الصيفيه، تصير تنوع بالبيئه اللي عندنا. طبعا بدنا نحكي احنا بمحيط مدينه كربلاء طبعا، وبغداد نفس الشيء محيط مدينه، يعني بالفرات الاوسط خلينا نقول بصوره عامه. فيصير خليط من الازهار، كل خليط يطلع عندنا احنا نصيح له كوكتيل او مالتي فلاور. هذا يكون طعمه هادئ، ما بيفد نكهه معينه وعاليه. زين ولونه يكون في الغالب على حمار، يعني هذا الياقوتي الاحمر الياقوتي في الغالب هذا اللون مالته. عندنا بعد اصناف اخرى، هذا المنتج الخاص بمناحلنا اللي هو من الاعسال المشهوره جدا بالفرات الاوسط ببغداد وعليه سحب كلش قوي، اللي هو عسل اليوكاليبتوز او الكينا. اليوكاليبتوزا القلمطوزه اهلنا يصحوا لها. الكاليبتوز مهم جدا لامراض الشتاء وامراض اختلاف المواسم.
هذا ينتج بنهاية شهر الخامس. اول فرزه نفرزه هو، طبعا قبل كنا نفرز حمضيات، الحمضيات هسه قمنا ما نفرز منها تقريبا، فقمنا اول فرزه تنفرز عندنا يطلع عندنا عسل اليوكاليبتوز اللي هو لونه يكون اصفر مائل للحمار، وبيفد ريحه وفد نكهه وفد طعم مميز. طبعا من الاعسال المحببه الناس تحبها، واضافه الى انه هي ترفع الانتيبايوتيك بصوره كلش كبيره، يعني العفو المناعه ترفعها بصوره جميله. هذا طبعا ماركه اللي هو عسل السدر، هو الاشهر عالميا، يعني وين ما تروح بالعالم بلي هذا اول ما ينفرز يكون لونه على بياض، يصير رغوه، بعدين شويه شويه يصفى يصير لونه احمر قاتم بهالشكل. هذا ممكن مرات يطلع عندنا اطوق حسب المنطقه، حسب الضغط الجوي، حسب نوع الاشجار، اكو بيه التفاصيل كبيره. هذا اجود انواع العسل؟ لا، هذا الاغلى والاشهر، انما الاجود ماكو اجود بالعسل، كل عسل طبيعي هو جيد. له مميزه خاصه، له مميزه خاصه بنكهه وطعم خاص، وسعره اعلى من الباقي، وهو الاشهر من الباقي، بس هو مو الاجود. بل هذا عسل السدر. طبعا بعد عندنا منتجات الخليه الاخرى، بس احنا يعني هذا احنا بما انه نظري يعني شنو هاي حبوب اللقاح. هاي حبوب لقاح، يعني تيجان الرؤوس مالت الورده تجمعها النحله بارجلها. نعم. احنا نجيب فد مصيادات، نصح لها مصياده حبوب اللقاح بشكل معين من الطب النحله، رجلها الشكل بهاي المصياده توقع هاي الحبايه اللي هي جايبتها من نجمعها. هاي طبعا مفيده جدا لنمو الاطفال، مفيده جدا لموضوع الانجاب، عباره عن بروتين ومضادات اكسده مركزه، فانصح بها طبعا. وهسه بفضل الله من قمنا نجمعها سعرها كان كلش عالي، هسه سعرها يعني مستطاع، نقدر يعني اي مواطن يقدر يستعملها، له الاطفال نتائجها كلش عاليه. هاي طبعا الباقي يعني عندنا هنا مصنعات العسل اللي بالمكسرات. لا بدي لك اياها بالسرعه. يلا. مصنعات العسل عندنا رقم واحد العسل بالزعفران، يعني هذا عندنا فد كميه من الزعفران نضيفه للعسل ونخمره فتره. هذا اللي اكو ناس ما يحبون العسل، نغير ريحه وطعم العسل. واضافه الثانيه، الشغله الثانيه انه احنا راح ناخذ فائده الزعفران وفائده العسل، نخليها بمنتج واحد. عندنا ذن المصنعات اللي هي مكسرات بالعسل، هاي هماتين طبعا يعني للي عنده سوء تغذيه، للي يريد حلويات بدون شكر، يعني هواي استعمالاتها. عندنا هذا منتج سمسميه بالعسل اللي عباره عن سمسم وجوز وحب قرع، حبوب لقاح وحبه سوداء، يعني مدعمه، سمسميه مدعمه. هاي ياخذوها اكثر شيء جماعه المفاصل اللي عندهم مشاكل بالعظام، واضافه اللي ياخذوها للحلا للي يريد شيء بدون سكر. بلي. وعندنا طبعا هذا عسل متبلور، هذا يراد لحلقه واحده، العسل المتبلور اللي هو شنو الفرق بين المتبلور هذا عسل متحول من الحاله السائله الى الحاله الصلبه، بوجود عوامل اللي هي الرطوبه، البروده، الشوائب بالعسل. يعني هاي حاله طبيعيه بالعسل، الناس حبالها انه مثلا احنا من نطل النحل شكر او كذا يصير بهالشكل، لا هذا ما له علاقه، هذا موضوع طبيعي جدا، تقدرون تستعملون العسل على حالته هذه. طبعا احنا كمنتجين نقدر نخلي العسل ما يصير هيك، نقدر نسخنه ونصفيه، وتصفيه مفرطه نصح لها، وبنفس الوقت ما نخليه يعني يصير بهالحاله هذه، بس بهاي الحاله راح يفقد كل فوائده وخواصه الطبيه. فانصح اللي يصير عندهم بهالشكل وماخذه من مصدر ثقه يستعمل على وضعيته. طبعا هم ما بي مشكله. للتوضيح نفس الفكره لابد تصير عندكم بالدبس او بالتمر يعني بالضبط تبلور ما له علاقه بهاي. هذا هذا عسل بشمعه، هذا يعني هذا هسه احنا الاطار من نسحبه من الخليه يطلع بهذا الشكل، يطلع بهالشكل. هذا اذا نريد نقشط هذا الوجه ونحطه بجهاز طرد مركزي يصح له الفراز، يطلع العسل الصافي واحد والشمع يرجع للخليه. هذا اكو ناس يجون يستعملوه او للامان او للمشتهايه يحبوه، او موضوع المعده وما معده والقولون يستعملوا بهالشكل. يعني فاي هذا ينقص من عنده جزء او كله ينباع، او ينقص من عنده جزء بالسكينه وينباع لهم اللي يردون. مشاهدينا مثل ما شفتوا بهذا المحل، محل ابو عسل، شفنا هوايه من الشغلات الحلوه، واغلبها او كلها بها فائده للصائم بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. احنا اليوم ببرنامج تعالوا له نقلنا لكم صوره جميله جدا من منحل العسل
مصغر بهذا المحل بكل التفاصيل المهمة وقد يحتاجها الصائم. نشوفكم بحلقة ثانية من كربلاء، نشوفكم بخير، مع السلامة. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا التقرير الجميل جدا مع الزميل جاسم الهميم عن إقبال الناس في شراء العسل خلال شهر رمضان المبارك. طبعا العسل هو يعتبر من الأشياء اللي تكون بها فيتامينات ومعادن بنفس الوقت الجسم الإنسان، لأن يحتوي على الحديد، الزنك، الكالسيوم، كذلك فيتامين مجموعة من الفيتامينات ممكن تفيد جسم الإنسان خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إنه إحنا فترة طويلة ونهار كامل إحنا نكون صايمين، ماكو المعادن والفيتامينات اللي تفيد جسمنا، فضروري دائما بعد الإفطار أو ممكن حتى في وجبة السحور نتناول العسل ملعقة أو ملعقتين في بعض الأحيان، تزيدنا كالسيوم وفيتامينات جسمنا، نقدر إنه نحافظ، لأن إحنا باعتبار يوم كامل أو نهار طويل جدا، وهذا النهار يكون دوام، شغل، موظف، يعني عدة أشياء، فنفقد نحتاج هذه الفيتامينات والحديد والزنك والكالسيوم، فنتناول العسل يكون جدا مفيد لجسم الإنسان، كذلك وله فوائد كثيرة جدا، ممكن كذلك يفيد الحروق والجروح، كذلك ممكن يستخدم حتى احنا كبنات نستخدمه حتى بالاشياء للبشره، بالماسكات، الاشياء اللي تحافظ على بشرتنا ونضاره، فالعسل له فوائد كبيره جدا اللي هو جسم الانسان، كذلك يعتبر غذاء للاطفال، هم مفيد لانه يزيدهم كالسيوم وحديد الجسم، هم باعتبارهم ما بعد بدايه عمرهم يكون حديدهم وعظامهم مثل ما نقول مو قوي، فالعسل حيزيدهم هذه الكالسيوم والحديد اللي تفيد جسمهم، كذلك حتى للرياضيين جدا مفيد لانه العسل يمنع عن السمنه، فيعتبر هو البديل للحلويات اللي ما يقدرون انه يتناولوها باعتبارهم دايت ورياضيين وكذا، فالعسل يكون بدال هذني الاشياء يضيف لهم فيتامينات وكذلك اشياء تفيد جسمهم وبشرتهم، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. نعم فعلا يا ميامي، واكو ممكن نقطة بسيطة جدا مو البعض يعرفها، مو الكل يعرفها، يعني البعض انه احنا كمقدمين برامج دائما ما الحنجرة تتعب وهذا شيء طبيعي، صح. فالعسل كلش زين للحنجره، دائما مع مقدمين برامج قبل الحلقه خصوصا اذا كانت لايف ووقت طويل، معلقه من العسل ومي حار، يعني كلش تطري الحنجره، وهذا شيء ايجابي كلش بالعسل. نعم وفوائده كثيره يعني كثيره، وبنار بالوقت الحالي حتى يضيفوه بالحلويات اللي نسويها بالبيت، نضيف ممكن العسل. العسل صار مو مثل قبل، بالوقت الحالي حتى في الاماكن اللي يبيعون بها العسل يضيفون الى المكسرات والفستق وهذه التفاصيل حتى ينوعون من عده، وفتفاصيل كلش حلوه، فضروري انه خلال شهر رمضان المبارك انه ما تملون عسل، لانه هو حيزيدكم قوه وفيتامينات وكالسيوم لجسمكم. مشاهدينا الكرام اكيد وعدنا مستمرين في فقراتنا الجميله وتعلولتنا.